وهنعمل جنبها بطاطس محمره. مفيش حد ما بيحبش البطاطس المحمره ابدا، لا كبير ولا صغير، كلنا بنحبها جدا. ولازم نعمل حاجه كمان، ان الاطفال بيحبوا البطاطس جدا، والكبار بيحبوها جدا. بالنسبه احنا هنعملها بالزبده والثوم، ممكن نعملها بالزيت، الاخواتنا الاباط يعملوها بالزيت والثوم، حلوه قوي برضو وهتبقى جميله. يعني لو انت عاوزه اخواننا الاباط يعملوها بالزيت يعمليها بالزيت، ما يجراش اي حاجه، زيت وثوم ده عادي. وكل الستات معظمها بتعمل الصلصه بتاعت المكرونه بزيت الزيتون او بالزيت العادي او بالزبده، فهي مش فارقه. بالنسبه لنا احنا النهارده هنعمل بقى، بس هنشكلها تشكيله حلوه. هنحط لها زيتون، الزيتون ممكن تجيبي ب 2 جنيه زيتون من عند اي سوبر ماركت، او حتى بتاع الترشي اللي جنبكم، مش مشكله، مش فارقه. على فكره الفلفل ده انا عاوز الفت نظرك، ده مش فلفل من الملون الغالي، احنا في موسم في الصيف الفلفل الرومي كتير قوي، وهتلاقي الفلفل الرومي يعني مشكل دلوقتي، لان احنا في صيف. الفلفل الرومي البلدي بتاعنا اللي احنا بنعمله محشي، هتلاقي فيه كده وانت بتقلبي في المشنه فيه برضو واحد احمر، واحد اخضر، واحد داخل على صفار شويه، فهو ده مش ده الغالي على فكره. لو واحده تقول لي ده الغالي، لا، انت دلوقتي في موسم الفلفل الرومي، هتلاقي منه ملون كده. وبقدونس وجبنه رومي لو امكن، ما امكنش هتبقى عسل قوي كده. بس تعالوا بقى النهارده احنا هنطبخ على الهوا، ولازم تتابعوني كلكم. هنسلق المكرونه. في حاجه بقى، استنوا بقى عشان ايه نبقى واضحين وصراحه، وبلاش ايه الكلام اللي بيقولوه اللي لازم اشمر كده. ما اعرفش اقف في المطبخ من غير ما اشمر التشميره دي، واغسل ايدي. وهنحكي بقى ونشوف هنعمل ايه النهارده. المكرونه ما ينفعش تتحط في ميه ما تكونش غليت قوي، لازم الميه تكون بتغلي قوي، بمعنى صح بالبلدي كده الميه تفرق، تبقى جوه بتفرق في بعضيها كده. ما تحطيش المكرونه والميه بارده او يعني سخنه شويه، هتعجن وهترميها، خليكي ناصحه. بالنسبه للمكرونه الاسباجيتي ما تحطيهاليش عيدان كده وتبقى طويله والعيال ما تعرفش تاكلها، لان مش هيعرفوا ياكلوها طبعا بالشوك، تكسريها كده نص يا دوبك. على فكرة أنا بعمل أكل كتير، يعني كميات كبيرة، ما بعملش عودين 3، لا أنا بعمل أكل على الأقل يكفي 7-8 تنفار، فده كيلو مكرونة أو أكتر كمان. في ناس بتحط للمكرونة وهي بتتسلق زيت وملح، أنا بقول هي كده حلوة، لأن إحنا هنحط توابل وهنحط حاجات كتير في الصلصة، فهي كده حلوة. عاوزة أنت بقى تسلقيها بالزيت والملح زي ما بتعملي، أنت حرة. اهم حاجه لما المكرونه تتحط في الميه لازم تقلبيها عشان ما تمسكش في بعض وتكلكع. وتغطيها نص كده تغطيه لانها بتفور، يعني كده بالبلدي تراجلي الحله، تفرقي الحله. في ناس تقول لك لو ما حطيتيش نقطه زيت والمكرونه بتتسلق هتطلع معجنه، اتحداك وهتشوف.